السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في سنة 1987 تزاد واحد الولد صغير في مدينة روساريو اللي هي واحدة من المدن الكبيرة ديال الأرجنتين. هذا الولد سميتو ليونيل أندرياس ميسي. من الصغر ديالو كان عنده شغف كبير بالكرة. عائلته كانت بسيطة بزاف، الأب ديالو كان خدام في مصنع والأم ديالو كانت خدامة عاملة نظافة. يعني العائلة ديالو ما كانوش عايشين في الرفاهية. ميسي كان داير الكرة في رجليه، كانت عنده واحد المهارة حتى الكبار ما قدروش عليها رغم أنه كان صغير في السن. في الصغر ديالو كان كيلعب في الزنقه مع الدراري ديال الحومه وكيخليهم كلهم واقفين بلاصتهم حيت ما كانوش كيعرفوا كيفاش يحبسوه. كلشي كان كيشوف فيه واحد الولد اللي عنده شي حاجه مميزه. كان كيبقى يلعب ساعات طويله مع الكره برجليه اليسرى اللي كانت ساحره وكان عندها واحد السحر خاص. ومن الصغر ديالو كان الحلم ديال ميسي كبير وواضح، كان باغي يكون لاعب كرة محترف. لكن في عمر 11 عام اكتشفوا الأطباء أن ميسي عنده مشكل في هرمون النمو اللي ما خلاهش يكبر بحاله بحال باقي الولاد ديال العمر ديالو. هذا المرض كان غادي يوقف الحلم ديالو حيت كان محتاج العلاج مكلف بزاف، وعائلته ما قدروش يديروا ليه العلاج لان التكاليف كانت كبيره عليهم. ولكن ميسي ما استسلمش وديما كان كيمشي للملعب وكيقول لعائلته غادي نكون لاعب كبير ومحترف في كرة القدم. رغم الصعوبات اللي كان كيعاني منها ميسي بقى مركز على التدريب ديالو وكان كيدير مجهود كبير باش يحقق الحلم ديالو. احتاجته الفرصة الذهبية في عمر 13 سنة. واحد الكشاف من نادي برشلونة سمع بميسي وشافو كيلعب في الأرجنتين وقال هذا الولد عنده موهبة نادرة. نادي برشلونة قرر يتكلف بالعلاج ديال ميسي ويجيبو باش يلعب في أكاديمية لاماسيا الشهيرة، وكانت هذه هي اللحظة اللي غيرت حياة ميسي للأبد. ميسي اضطر يسافر وغادر البلاد ديالو وخلى العائلة والصحاب ومشى لمدينة برشلونة وهو باقي صغير بزاف. كان صعيب عليه يبعد على الناس اللي كيعرفهم، ولكن كان عارف بلي هذه هي الفرصة باش يحقق الحلم الكبير ديالو. في لاماسيا كان ميسي كيتعلم الكثير على كرة القدم وعلى الحياة. عايش في مدينة جديدة، لغة جديدة، ثقافة جديدة. في البداية كان ميسي كيتعصب بزاف حيت ما كانش كيعرف يتواصل مزيان، ولكن الكرة كانت هي اللغة اللي كيتواصل بها مزيان. كل واحد شاف ميسي في التدريب ولا كيبغي يوقف ويتفرج فيه حيت كان كيدير حوايج ما عندهاش مثيل. في سن صغيرة ميسي بدا كيتطور وكان كيلعب مع لعابة كبار ديال برشلونة بحال تشافي، انيستا ورونالدينيو اللي كانوا كيبغيوه بزاف وكانوا كيعطيوه نصائح باش يتطور. رونالدينيو بالخصوص كان كيدير ليه بحال الاخ الكبير ديالو وكان كيشجعوه في كل حاجة كيديرها. في عمر 17 سنة ميسي لعب أول ماتش رسمي مع الفريق الأول ديال برشلونة. كان كيتريني بزاف وديما كان كيبين باللي عنده ما يقدم، ومن بعد ديك اللحظة مسيرته النجومية بدات بسرعة. ولا واحد من أحسن اللعابة في الفريق كان كيسجل أهداف رائعة وكيصنع لعب جميل اللي كيخلي الجماهير كتهتف بالاسم ديالو. ميسي ما وقفش في هذه النقطة، مع مرور الوقت ولا النجم الأول ديال الفريق. في كل موسم ميسي كان كيربح ألقاب بزاف وكان كيحطم أرقام قياسية في كل ماتش كيلعبو، من البطولات المحلية حتى البطولات القارية بحال دوري أبطال أوروبا. وميسي كان داير العجب فيه. رغم كل هاد النجاحات الحياة ديال ميسي ما كانتش كلها وردية، تعرض لإصابات خطيرة بزاف اللي كانت غادي توقف المسيرة ديالو في أي لحظة. ولكن ميسي ديما كان كيرجع أقوى وكانت كاينة ضغوط نفسية كبيرة عليه حيت العالم كامل كان كيتسنى منه النجاح. مع المنتخب الأرجنتيني الأمور ما كانتش سهلة. ميسي كان كيحلم يفوز بكأس العالم ولكن المنتخب كان ديما كيسقط في المراحل النهائية. الجماهير الأرجنتينية كانت كتحس بالإحباط وكانوا كينتقدوه حيت ما فازش مع المنتخب بأي لقب كبير، ولكن هو عمره ما استسلم وبقى مركز على الهدف ديالو. الحلم الكبير ديال ميسي تحقق في مونديال قطر 2022 من بعد سنين طويله من المحاولات. قاد المنتخب الارجنتيني حتى للفوز بكاس العالم، وهذا الشيء كان بمثابه التتويج الاكبر في المسيره ديالو. الجماهير كانت فرحانه بزاف وميسي ولا بطل وطني حيت حقق اكبر حلم ديالهم. اليوم ميسي هو اكثر من لاعب كره قدم، هو اسطوره حيه، رمز الاراده والعزيمه. بزاف ديال الشباب حول العالم كيتبعوا القصه ديالو حيت كتلهمهم وكتبين لهم بلي حتى ولو كانت عندك صعوبات في الحياه، الا امنتي براسك وخدمتي بجد يمكن لك تحقق الحلم ديالك. الناس كيشوفوا ميسي بحال شي نموذج، ماشي غير كلاعب ولكن كانسان كافح باش يوصل لاحلامه. وهاد القصه ديالو غتبقى دائما محفوره في التاريخ. قصة ليونيل ميسي هي أكثر من مجرد قصة ديال واحد اللاعب اللي حقق النجاح في الكرة،
هي قصة ديال واحد الولد صغير اللي تحدى كل الصعوبات وواجه الضغوطات وقدر يوصل للحلم ديالو اللي بدا من الزنقة. كنشكرك اخي ولا اختي المشاهده لانك شاهدتي معايا الفيديو الى اخره، وكنتمنى تدعمني بالضغط على زر لايك وتشاركنا رايك في التعليقات وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك. وشكرا، كنتمنى مره اخرى تعاودوا تشاهدوا فيديوهاتي وتشجعوني. شكرا جزيلا.